أتقدم باسم النهج الديمقراطي بأحر التعازي في استشهاد محسن فكري، وأتقدم بالتعازي أيضا إلى ذويه ومعارفه وأقاربه وإلى ساكنة الحسيمة المعروفة بنضالها المرير ضد القمع وضد الحجرة وضد التهميش، وتقدم أيضا إلى أهالينا في الريف بأحر التعازي باسم النهج الديمقراطي في هذا المصاب الجلل. محسن فكري استشهد مطحونا مع النفايات ومع أسماكه التي كانت مورد رزقه ورزق عائلته. محسن فكري باستشهاده في هذه الفاجعة أظهر إلى أي حد أصبحت قيمة الإنسان في هذا البلد. محسن فكري تم طحنه مع أسماكه، وهي حادثة تبين تغول الإدارة واستهتار المخزن وجبروت الدولة المخزنية والذراع طولة للمافيا المخزنية. محسن فكري تم طحنه مع أسماكه علما بأنه اشتراها من المرصى وأخرجها في الصطافات ليتم حجزها وسط المدينة من طرف شرطة، وليتم التخلص منها أمام أنظار الإدارة المعنية والسلطة المحلية وساكنة المدينة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدولة المخزنية والإدارة المخزنية لا تعير أي قيمة لأرواح الشباب المغاربة. محسن فكري بهذه الفاجعة أظهر للعالم على أنه هناك مسؤولية ثابتة للدولة المخزنية وللإدارة المخزنة ولكل المافيات وخصوصا المشتغلة في مجال الصيد. هذه الفاجعة خرجت كل ساكنة الحسيمة للتنديد بها في مسيرة مهيبة بأكثر من 30,000 شاب وشابة وأكثر من 30 شخص. توقفت الحركة في المدينة لتشييعه إلى متواه الأخير، وخرجت الحركات الاحتجاجية في أكثر من 32 مدينة مغربية في وقفات احتجاجية وفي مسيرات بالآلاف لتقول لا للظلم، لا للحجرة، لا للاستهتار بأرواح المواطنين. مسؤولية الإدارات المحلية سواء المعنية بالقطاع أو السلطة أو الأمن ثابتة في هذه النازلة، ويجب معاقبة المسؤولين المباشرين. لكن المسؤولية الأكبر والأهم ثابتة في حق الدولة التي لم تعير أي اهتمام لأرواح المواطنين وتطحنهم أمام الأنظار الكل. لا يمكن للشعب المغربي ولا يمكن لشباب الشعب المغربي أن يقبل باستمرار مثل هذا التغول المخزن. لذلك كانت الحركة طلقت في 28 أكتوبر لتقول لا للحجرة، لا للمخزن، لا للقهر، لا للظلم، مستلهمة حركة 20 فبراير المجيدة التي خرجت لمحاربة الفساد والاستبداد من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. شاركت وساهمت كل القوى الديمقراطية وكل القوى الحية في هذه المسيرة تحملا لمسؤولياتها
تجاه الأوضاع التي أصبح يسير على منوالها وضع في المغرب. والنهج الديمقراطي كان حاضرا في هذه المسيرات، وأهنئ رفيقاتنا ورفاقنا وشبابنا على مساهمتهم إلى جانب إخوتهم وأخواتهم في هذه المسيرة المناضلة والعالمة، وأدعوهم إلى مزيد من التعبئة والانخراط في كل الجهات وفي كل المدن وفي كل الأقاليم، حتى نضع حدا لحضرة المغاربة، وحتى نضع حدا للظلم، وحتى نضع حدا للفساد، فساد المافيا المخزنية وللاستبداد المخزني. وعاشت حركة 28 أكتوبر المجيد.